من ايه؟ كده خلاص، ما عادش عايزه ولا امسك تليفون ولا العب فيديو جيمز ولا اشوف شاشه قدامي. ليه كده؟ ده انا كنت لسه هقول لك تعالى نلعب بلاي لا ستيشن. مش عايزه. امال عايزه نعمل ايه؟ ما اعرفش. ايه رأيك نعمل لعبة؟ ايه ده؟ ودي هنلعبها ازاي بقى؟ ما تيجي نشوف. يلا قول لنا اسمها ايه. هيدن بيرس. هيدن بيرس بتتكون من الكروت الرقمية سالب وموجب. بنبدأ من سالب 15، سالب 10، سالب 5، وبعدين الأرقام الموجبة هم أكتر شوية وهقول لك ليه دلوقتي. 1، 5، 10، 15، وآخر كارت معانا الكبير 25. طيب بمناسبة الأرقام، ممكن تعرفني ايه الهدف أصلا من اللعبة؟ طيب، هدف وجود الأرقام السالب والموجب هو إن كل واحد بيحاول يوصل لرقم 100. يعني إيه؟ هنجمع أرقام قدامنا، كل واحد هيجمع أرقام، هوريكي بنلعبهم إزاي، وفي الآخر بنجمع عدد الأرقام ده ونحاول نوصل ل100. لو زدت لقيت نفسي بزيد عن 100 وأنا مضطر ألعب كروت تاني أو عاوز ألعب كروت تاني عموما. هنا بيجي دور الكروت السالب. صح، ده دور الأرقام السالبة. الأرقام السالبة بنستخدمها عشان نقل تاني لو زدنا عن 100، فنرجع نوصل ل100 زي ما احنا عاوزين فعلا تاني. يعني نقول إن توزيعة الورق، كل شخص احنا بيبدأ اللعب معانا من شخصين ل 6 أشخاص عادي جدا. تمام. كل واحد بيكون قدامه، بيكون في ايده 5 كروت. الكروت دي بتكون متنوعة ما بين الموجب والسالب والأوراق السحر اللي صحيح، لسه هنتكلم عليه. مظبوط صح. وبعدين بعدين أول ما بيجي الدور يلف، لو جه الدور عليكي هتبقي محتاجة تعملي حاجة من اتنين: يا تقولي أنا مش عايزة ألعب هباص، أو هسحب ورقة أمسكها في إيدي مع باقي الكروت اللي معايا والعب ورقة موجبة أو سالبة، وألعب ورقة سحرية. الورق السحري هنتكلم عنه في لو معايا، الآخر. ممكن ما مظبوط. يبقاش معايا ورق سحر. مظبوط، ممكن ما يكونش معاكي ورق سحري عادي جدا، بس لو معاكي ورق سحري وعايزة تلعبيه بينفع تلعبي ورقتين: ورقة رقمية وورقة سحرية. الورقة السحرية يا إما تلعبيها مقلوبة وتستخدميها بعد كده في الدفاع أو في الهجوم على حد تاني، وطبعا هنتكلم عن الورق السحري دلوقتي، أو تهاجمي بيها حد مباشر، أو تدافعي بيها عن نفسك مباشر. هنعرف دلوقتي إزاي ممكن نعمل كده. يعني كده نقدر نقول إن في ورق هجوم وورق دفاع. ورق هجوم وورق دفاع وورق تاني ليه استخدامات تانية هنتكلم عنها دلوقتي مع بعض. تمام. وفي الدور أنا قدامي حل من الاتنين والدور عليا. يا إما هقول إن أنا مش هلعب فبالتالي مش هسحب من الورق المقلوب، يا إما هقول إن أنا عايزة ألعب فبالتالي بسحب ورقة بحطها في ورقي وأشوف أنا عايزة أنزل يا إما رقم، صح. يا إما سحر مقلوب أو ملعوب، صح. يا إما رقم وسحر. صح مظبوط، ليك كل الاختيارات: سحر، رقم، الاتنين، تهاجمي او تقلبي الورقة. مظبوط كده، ده الطريق. تمام. طيب ازاي نكسب في اللعبة؟ الطريقة جميلة جدا. احنا هنشوف في الاخر كل واحد معاه مجموع ارقامه قد ايه، الارقام الورق الرقمي. هنشوف المجموع الارقام، واقرب لاعب لل100 هو اللي بيكسب. بمعنى بمعنى لو انا 99 وانت 102 انا اللي كسبت، لانك فارقه عن ال100 باتنين، اما انا فارق عن ال100 بواحد بس، فانا اكسب وانت تخسري نقطتين. يعني اللي بيكسب مش لازم يكون أقرب لل100 من تحتها، ممكن لا. يبقى من فوق كمان. تمام. وينفع اتنين لاعبين يتعادلوا والباقي يخسر عادي جدا. لو انت جبتي 101 وانا جبت 99، او انا 101 وانت 101، احنا الاتنين نبقى كسبنا وكده ما نخسرش اي نقط، الباقي يخسر فرق النقط ما بينه وما بين ال100. في كلامك عن الورق السحري، ده معناه إن الورق السحري ده هو اللي بيلعب على السكور بتاعنا. الورق السحري مش بيلعب على السكور، هو بنهاجم بيه بعض عشان نخسر بعض نقط. بالظبط، فيا إما هيقلل السكور بتاعي صح. فيخسرني، يا إما هيعليه فبرضه هيخسرني. صح، بس هو ملوش عدد رقمي نقدر نقول في الآخر إن الورقة السحرية دي بتساوي 10 أو 15. لا، كل ورقة سحرية هي ليها بتستخدم. تأثير على الورق اللي معايا. مظبوط مظبوط، على الورق وعلى طريقة اللعب، بس ملهاش أي تأثير رقمي.
وبعد ما فهمنا الهدف من اللعبة نيجي ندخل في الجد. للكروت السحرية. في حاجات هجوم، في حاجات دفاع، في حاجات هجوم ودفاع. طيب أنا شايفة هنا كارت بالموجب والسالب، أثار فضولي. ينفع يكون سالب 15 أو يكون زائد 25. الكارت يعني بيجي انت في دورك مع ورقة سحرية. تمام. أنا ممكن أحط الورقة الرقمية وبعدين أقول أنا عايز ألعب دي على إنها 25. ضربني أكتر لل100. لو انت كسرة 100 تقولي إن انت عايزة تبقى سالب سالب 15. 15 عشان مظبوط. تقلل من السكور مظبوط. بتاعي شوية. مظبوط. تمام. تمام. طيب بالنسبة لكارت فريز بيتكلم عن إيه؟ قولي لي. قيد، يعني بيوقف لعب عن اللعب. مظبوط. ده استخدامه ان هو بيوقف لاعب عن اللعب لمدة دورين متتاليين. ما يقدرش لا يلعب ارقام ولا سحر ولا يدافع عن نفسه لو حد هاجمه باي ورقة سحرية. بيبقى فروزن تماما. بس أقدر وقتها لو هو ملعوب عليه الكارت ده أقدر أنا هاجمه بورقة سحرية معاه. طبعا طبعا. يعني لو انا عملت لحد تالت معانا فريز وبعدين الدور جه عليكي، ممكن تلعبي عليه ورقة سحرية تانية وهو ما يقدرش حتى يدافع عن نفسه حتى لو معاه ورق دفاع مقلوب. شايفة في ورقة اسمها هاند تو. بتعمل ايه الورقة دي؟ بقدر اخد اي ورقتين من عندك او من عند اي لاعب ضدي، ودي ورقة هجوم. اقدر اخد اي ورقتين منهم سواء سحري او رقمي وارجع الورق ده للورق اللي احنا بنسحب منه الورق السحب وخلاص ونرجع نسحب. ويبقى كده خسرهم. صح. هل الورقتين دول بناخدهم من الورق بتاعه اللي لعبه على الأرض ولا الورق اللي بيكون لسه في إيده؟ لا، الورق اللي اتلعب على الارض سواء كان مقلوب او معدول كورق رقمي، بس اللي على الارض اللي اتلعب خلاص. انا شايفه ورقه اسمها فورس، نستخدمها ازاي دي؟ احنا بنعمل بيها ايه؟ بمسك ورقة فورس. انت بيكون معاكي شوية ورق في ايدك، تمام. فانا بطلب منك تنزلي ورقة موجبة او ورقة سالبة. تعالى نتخيل ان انت كان مجموعك 100، معاكي 100 وانا معايا 100 برضو، فعايز اذيكي اخليكي ما تكونيش 100 انت كمان، ومعايا فورس. هلعب عليكي فورس واقول لك نزلي ورقة موجبة فتمشي بعيد عن المية، او سالبة لو انا شاكك ان معاكي رقم سالب اكبر. ايا كان هنبقى عارفين من عدد الورق اللي اتلعبوا كده. هل في ورق من الورق اللي قدامنا ده يقدر إن هو يلغي تأثير الفرصة عليا؟ طبعا. انا ممكن العب، انت لو عملتي لي فورس في دورك وخلتيني انزل ورقة موجبة ولتكن 15، لعبت انا 15 لما عملت لي فورس، فجيت ده تأثيرها لسه قدامي اهو. يعني هيل بتقدر ان هي تلغي تأثير ورقة لسه ملعوبة على الترابيزة، لسه موجودة معانا. ورقة سحرية ملعوبة عليا. آخر ورقة سحرية ملعوبة عليا بس لسه التأثير بتاعها موجود على الترابيزة. يعني فريز خلاص أنا مش بقدر أدافع فيها عن نفسي، الموضوع انتهى. في ورقة تاني ما بقدرش لو أثر عليا بيخليني أفقد نقط، زي مثلا هانت، لسه متكلمين عن هانت من شوية. دي لو حصل مش هقدر ألغي تأثيرها بالظبط. لأن الورق الورق خلاص رجع. تمام، رجع خلاص في كروت السحب فانتهت. اما ورقه زي فورس هقدر اشيل التأثير بالهيل واديكي الورقه بتاعتك او ارجع الورقه معلش اللي انا نزلتها من ايدي ارجعها تاني لايدي يعني الفورس أنا بجبرك إنك تنزل ورقة من إيدك على الأرض عندك. مظبوط. الهيل تلغي لو التأثير معاك ده في الدور اللي جاي عليك تخليك تقدر تلغي التأثير ده وتشيل الورقة دي ترجعها لإيدك تاني كأنها ما اتلعبتش. بالظبط. الورق الملعوب السحري مهم جدا، حاجه لسه ما اتكلمناش عنها. بيحصل فيه ايه بعد ما يتلعب؟ بالظبط. بيروح لحته اسمها المقبره، ودي اللي هتموت فيها الورق السحري اللي احنا لعبناه. كل ما ورقه سحريه تتلعب وخلاص تخلص نحطها كده مقلوبه على جنب. ومهم جدا ان هي تفضل على جنب هنا لوحدها، هي والحاجات اللي اتلعبت خلاص ومركونين، وهنعرف دلوقتي ليه. هل في ورقة سحرية مثلا ممكن تقدر ترجع لنا ورقة سحرية دخلت في المقبرة بتاعتنا؟ في عندنا ورقة اسمها ريكول، وريكول دي وظيفتها ان هي ترجع لك ورقة سحرية اتلعبت في المقبرة خلاص وراحت المقبرة خلاص، زي هانت مثلا اللي لعبناها من شوية او هيل، وترجعهم لي في ايدي اخدها. فعشان كده دايما الورق اللي محطوط في المقبرة لازم يكون مقلوب كده محدش يشوفه غيري، عشان الناس هتنسى بعد شوية وما تعرفش انا رجعت ايه بالظبط من المقبرة لايدي تاني. فانا قررت مثلا ارجع
هان 2 وهحط الريكول مكانها، ويبقى كده رجعت هان 2 في ايدي من تاني، اقدر اهنت اي حد بيها من على الترابيزه برجعه وترجع. لايدي، مش برجعه مع الورق السحري بتاعي المقلوب اللي لسه هلعبه. طبعا لا، هترجع لايدك تاني عشان دي ورقه سحريه هتتلعب في دورها. خلينا نقول ان شكل الورق في ايدينا بيكون كده 5 ورقات، مع اللعب بيزيدوا او بيقلوا. مظبوط. شكل الورق على الارض بيكون ارقام، صح. ورق سحري معايا في ايدي وانا عايزه العبها بتكون مقلوبه بالشكل ده، مظبوط. والورق اللي راح المقبره اهو بيكون على مقلوب كده جنب. على جنب كده. صح. مظبوط. مظبوط. ده اللي الريكون بتلعب عليه عشان ترجعهولي تاني صح. يبقى معايا، مظبوط. ومفيش اي ورقه فاقدر في تانية. الدور اللي جاي ارجعه تاني مع الورق السحري اللي انا ممكن العبه تاني. ومفيش اي ورقه تانية تقدر ترجع لك الورق من المقبره الا الريكول بس. طب ما فيش ورقة تزود يعني تضاعف مثلا رقم أو تخلي الرقم بتاعي يكبر؟ مظبوط. عندنا ورقه زي الدبل، والدبل دي وظيفتها هي لو قلنا ان انا كان معايا ورقه 25 ورقم عندي قليل جدا، ناقص لي 25 على 100 مثلا، هروح ادبل ال 25، فكده قيمة ال 25 بقت 50 مش 25. بس طبعا لازم العبها في الدور بتاعي وفي الدور السحري بتاعي. تمام. العبها يبقى كده 25. يعني لو لعبت الدبل 2 ما اقدرش العب اي ورقة تانية زي الفريز او ريكول او طبعا لانها ورقة سحرية زي اي ورقة سحرية، بينفع في دورك تلعبي ورقة سحرية واحدة بس وورقة رقمية واحدة بس. طيب بالنسبة للدفاع لسه ما اتكلمناش عن الدفاع في اي حاجة خالص. قولي لنا الورقة دي تعالى بتتكلم اقول عن لك ايه؟ انا ورقة زي البلوك تمام. بتعمل ايه. دلوقتي انت لعبت عليا ورقة زي هانت 2، ان تمام. انت عايز تاخد مني ورقتين ترجعهم لورق السحر. تمام. هل انا لو معايا ورق دفاع اقدر اوقفك؟ اكيد. ده دور البلوك. هتلعب عليا الهانت، انا عارفة ان انا معايا في الورق السحري بتاعي اللي على الارض بلوك، هقوم رافعة البلوك عليك. تمام. وقتها الهانت دي هتموت من تمام. غير ما تعمل تأثيرها وترجع المقبرة وتدخل بتاعتك. في المقبرة. تمام. طب بالنسبة للحرامي ده اللي اسمه جوبلين، ده يخليني اقدر اسحب منك او اسرق منك اي ورقة انا عايزاها، بس من الورق اللي على الارض مش من الورق اللي لسه ماسكه في ايدك. يعني انت معاك على الارض 5 15 10 ومعاك ورق سحري مقلوب. تمام. انا طبعا معرفش ايه الورق اللي مقلوب، انت بس اللي بتكون عارف. انا اقدر اسرق منك يا اما رقم يا اما ورقة سحرية مقلوبة، وانا وحظي ايه اللي هيكون فيها. بس انا طبعا هيكون معايا بلوك وهعمل لك بلوك، مش هتعرف تسرق مني اي حاجة. مظبوط. طب دلوقتي بالنسبة للورق اللي في ايدي مثلا ممكن ابدله مع ورق حد تاني؟ طبعا عندنا ورقة سحرية اسمها سواب، نقدر بيها ان احنا نبدل ايدينا بايد لاعب تاني. يعني لو انا شايف ان انت معاكي ورق عمالة تدافعي بيه عن نفسك وتلعبي وتلعبي بيه كتير وسحر وحاجات كده، وانا طمعان في ورقك، العب سواب وهجمك بيها، ودي هقدر ان انا اديكي الورق اللي في ايدي بس واخد منك الورق اللي في ايدك بس والعب اللي بيه. على الارض زي ما هو. لا لا، الارض زي ما هو، احنا هنبدل اللي في ايدينا. ورقه جميله جدا عايز اكلمك عنها، اسمها ميرور. ودي مرايه. لو انت جايه تسرقيني بجوبلin او جايه تعملي لي فورس نيجاتيف او هانت او اي حاجه او فريز، هقدر ان انا اعكس عليكي الهجوم ده وتبقي انت اللي بقيتي فروزن لو انت اللي بتضربيني بفريز، او لو بتخليني انزل ورقه، بتجبريني انزل ورقه، خليك اجبرك انت اللي تنزلي ورقه. بس في حاجه مضحكه جدا، لو انت كمان معاكي ميرور ايه اللي هيحصل؟ انا اقدر ارجع الورق عليك تاني. مظبوط. طيب نفهم من كده ان الميرور تقدر تشتغل على اي ورقة من اوراق السحر اللي موجودة في اللعبة، طبعا اول ما هتحاولي تهاجميني باي ورقه هقدر ان انا ارجعها عليكي. على عكس بقية الورق، في حاجات بتشتغل على حاجات وحاجات لا. مظبوط. طب هل في ورقة مثلا ان انا ممكن اذي بيها الشخص اللي قدامي؟ لو ليك في الأذية في كمان باس، وباس دي بنقدر إن إحنا نمرر ورقة من إيدينا نبصيها لواحد تاني نحطها له على الأرض. يعني لو حد مثلا كان السكور بتاعه قرب لل100، مظبوط، نقدر إن إحنا ننزله أو نزوده نزقه عن 100 لو إحنا معانا ورقة كبيرة في إيدينا موجبة أو حاجة، نيجي بعدينه خالص عن 100.
وده فدي بس. بتخليني لو انا معايا في ايدي ورقة مثلا، نفترض ان الشخص ده السكور بتاعه 110، صح. وانا عايزة ومعاك السكور بتاعه يزيد اكتر عشان تكون الفرصة اقرب ليا انا، صح. ومعايا الباس، مظبوط. هلعبها عليه واديله ورقة موجبة يحطها في الورق بتاع السكور بتاعه. مظبوط، اتحط في الورق اللي هو الرقم فكده بتاعه. بدل السكور بتاعه ما كان 110 هيبقى 125. 125، صح، فبيبعد 100%. اكتر. طبعا هتخلي بالك ان الشخص ده لو معاه لوك هيقدر يوقفك، ولو معاه ميرور هيقدر هو يديك ورقة من هيشغلها ايده. عليا. لو وبتشتغل الباس بتشتغل سواء بالموجب او بالسالب. صح، بأي طريقة زي ما انت حابة. قلت لي بقى اللعبة اسمها ايه؟ hidden peers. فكان لازم يكون معانا كارت. يكون كارت له نصيب من الاسم، اكيد طبعا. وده الكينج بتاع اللعبة. صح. قول لنا بقى البيرس ده بيعمل ايه؟ البيرس ده زي ما انت بتقولي فعلا ده كينج اللعبة. ده بيقدر يصفر لاعب تماما. يعني تعالي نقول ان انت معاكي ورق رقمي على الارض كده، كذا ورقة رقمية وكام ورقة سحرية مقلوبين، ومعاك يا ستي كمان كام ورقة في المقبرة بتاعتك، وانا رميت عليكي بيرس. كل الورق بتاعك مقبرة ورقمي كسبت وسحري، كل حاجة. كل ده هيرجع لورق السحب من تاني، وبعدين الناس ترجع تسحب فيه بس. هرجع اوزع عليك 5 ورقات وبترجع تلعب من الاول تاني كأنك لسه بادئ جديد. مظبوط، بتاخدي 5 ورقات في ايدك وتنزلي ورقة سحرية ورقة رقمية لما يجي عليك دورك عادي جدا. في سؤال مهم بقى، مهم. هل الورقة دي في حاجة من هنا ممكن تأثر عليها ان هي تلغي مفعولها او توقفه؟ مبدئيا للأسف بلوك ما بتقدرش عليها. مين اللي بيقدر عليها؟ الميرور. الميرور تقدر تعمل هجمة مرتدة جميلة على البيرس. يعني دلوقتي انت معاك ورقك وانا صح. معايا البيرس، مظبوط. عايزة العبها عليك، ومعايا ورقة مقلوب. وانا مش عارفة الورق المقلوب ده فيه ميرور ولا لا. صح. فانا وحظي اخدت البيرس ولعبتها عليك، المفروض ان انت تصفر ورقك، مظبوط. بس لا، انت معاك الميرور. لو لعبت عليك الميرور ورقك انت اللي ده هيتصفر. معناه ان ورقي انا هاخده ونرجعه لورق السحب وترجع توزع عليا 5 ورقات من الاول. صح، إلا لو معاك انت كمان ميرور مقلوبة. بالظبط. في الحالة دي لعبها عليك. في الحالة دي أنا ورقي هيرجع تاني يتصفر، برضه. لأن إحنا ما عندناش غير 2 ميرور بس، ولو اتلعبوا الاتنين بالشكل ده خلاص الموضوع انتهى وأنا اللي خسرت كل ورقي. البيرس ما بيشتغلش عليها غير الميرور، صح. وان الميرور بتشتغل على كل الورق حتى البيرس. مظبوط. كل الورق بعد ما بيتلعب بيرجع للمقبرة إلا بيرس. بعد ما بتتلعب وتأثر على لاعب فعلا وتقلل ورقه وتخليه للصفر من تاني، بتتحط على جنب بره بتطلع اللعبة بره خالص، اللعبة. تطلع بره اللعبة خالص عشان ما تتلعبش تاني. هي مرة واحدة بس، مش هنقدر نأذي نفسنا بالشكل ده كتير. بس في حالة انت نسيتها تخلي البيرس ترجع للورق تاني. طيب، حالة الهانت نقدر ان انا لو انا كنت حاطط البيرس مقلوبة. ليه انا ممكن احط البيرس مقلوبة؟ عشان استنى لما حد السكور بتاعه يكبر بالظبط. ويبقى مقرب من 100 واقوم مديها البيرس صح، على طول. واخاف عليها ان هي لو في ايدي حد يعمل سواب وياخدها مني، فانا هحطها مقلوبة عشان لو حد عمل سواب ما تجيش معاه في ايده. مظبوط. تمام. طيب لو انت عملتي هانت وانا ما كانش معايا حاجة تانية دافع بيها عن نفسي وسرقتي مني البيرس رجعتيها، كده هترجع تاني والناس هتلعب بيها. ليه؟ لانها لسه كمان حتى لسه ما اثرتش على حد. وبكده نكون خلصنا شرح قواعد اللعبة. استنونا في الفيديو الجاي وأول حلقة من حلقات هيدن بيرس. سلام.